اهلا بيكم في مطبخ فراولة. تفتكري ممكن نعمل كيكه اسفنجيه مرتفعه وهش وطريه زي القطن وبثلاث مكونات بس؟ النهارده هثبتلك ان الموضوع اسهل مما تتخيلي. الوصفه دي هتخلي اي حد يقدر يعمل احلى كيكه اسفنجيه في البيت، حتى لو اول مره يدخل المطبخ. الكيكه دي مش بس اقتصاديه وسهله، لا دي كمان تعتبر الاساس اللي ممكن تعملي منها افخم تورته وحلويات. وتحدي خطواتها سهله جدا وبسيطه، لو عملناها صح نضمن نتيجه مبهره. يلا بينا، بس اذا كنت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان توصلك كل اشعاراتنا فيديوهاتنا الجديده. معانا هنا نص كيلو من الدقيق السبونج، وانا باكد ان الدقيق السبونج لازم يكون من مكان نظيف وموثوق فيه، علشان لا يكون مده صلاحيته خلصانه ولا في اي مشاكل في التخزين. معانا كمان نص كوبايه من الميه، معانا كمان 6 بيضات، معايا كمان ظرفين من الفانيليا، وده عشان خاطر زفاره البيض. تمام كده، الموضوع اسهل مما تتخيلوا. تعالوا نشوف هنعمل ايه بالظبط. هنيجي في بولة نظيفة وناشفة، هننزل بالبيض بتاعنا. هي دي كل المكونات يا جماعة، مفيش اسهل من كده. نزلنا بالبيض بتاعنا وننزل بالنص كوباية مية بتاعتنا، وكمان ظرفين الفانيليا. المكونات ابسط مما تتخيلوا، بس التريكات لازم نمشي عليها بالظبط، والخطوات نمشي عليها زي ما بقول. هجيب المضرب وهضرب المية بالبيض بالفانيليا. هضرب ضرب كويس جدا لمدة بالظبط 3 دقايق. 3 دقايق بالظبط، لغاية ما البيض بتاعي يوصل للفوم اللي احنا شايفينه ده. تمام كده، انا كده ضربت البيض ضرب كويس لغاية ما بقى عامل فوم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. سهل خالص الخطوات يا جماعة، نمشي بالطريقة اللي بقولها بالظبط بكل التريكات هتطلع احلى كيكة. نزلنا بعد البيض ما اتضرب، هننزل بيه الدقيق بتاعنا. وانا بحب اي نوع دقيق، سبونج او دقيق عادي، ان انا انخله قبل ما احطه. لأسوأ الظروف يكون في اي حاجة انا بحبه منخول. كل انواع الدقيق هنخل الدقيق بتاعي. والدقيق بتاعي هنا في كل حاجة، في مواد رافعة، في كل ما تتخيله في الدقيق السبونج بتاعي. اهم حاجة زي ما قلت يكون المكان نظيف وموثوق فيه. انا نزلت بالدقيق بتاعي، هضرب كمان مدة 5 دقايق او 6 دقايق. يعني مدة الضرب كله من بداية البيض لغاية ما انتهيت ما تتعداش ال8 دقايق. هضرب كويس جدا جدا. في شوية تريكات كده لو التزمنا بيها هنطلع بكيكة رائعة. زي مثلا ان البيض يكون بحرارة الغرفة، ما يكونش جاي من التلاجة على طول استخدمه. زي مثلا وانا في المرحلة اللي انا بضرب فيها دي، الفرن شغال. انا بشغل الفرن قبلها بربع ساعة وب10 دقايق على درجة حرارة 180، كل انواع الكيكات او 90% من الكيكات. تمام كده، انا وصلت لمرحلة ان الخليط بتاعي بقى لونه فاتح، وانا بضربه عامل زي الكريم شانتيه بالظبط. شايفين التموجات اللي ظهرت عندي دي؟ هو ده القوام المظبوط بتاع الكيكه بتاعتي. طبعا انا بقول في الفتره دي او في الوقت ده انا الفرن بتاعي شغال، ولما بدخلها ما بفتحش عليها غير بعد تلت ساعه، لما تعدي تلت ساعه من الوقت، او نص ساعه ل5 دقايق. لان الكيكه الاسفنجيه النوع ده العالي او القالب العالي بياخد من ساعه لربع ساعه، يعني اقل حاجه هياخدها معاكي ساعه الا ربع. انا هنا جهزت القالب بتاعي، والقالب بتاعي مقاس 20. حابه تحطيه في اكبر من كده مفيش مشكله. الكميه الخليط دي او المقادير بتاعتي بتنفع لمقاس 20 ومقاس 22، لو عايزاها عاليه. لو مش عايزاها عاليه يبقى مقاس 24. هنا القالب بتاعي مقاس 20، دهنته دهنه زبده او سمنه من الجوانب والقاع، وحطيت الورق الزبده بتاعي حوالين داير بالشكل اللي احنا شايفينه ده في القاع وفي الاطراف. ليه انا بعلي الاطراف؟ علشان خاطر لو عليت بزياده يكون في حواجز بتحجز الخليط بتاعي. بنزل بقى بالخليط في الصينيه بالشكل ده. شايفين درجه اللون والقوام بتاع الخليط عامل ازاي؟ هو ده القوام المظبوط او الخليط المظبوط. لونه فاتح جدا عكس ما كنا لسه بنحطه بنخلطه في الاول، كان اغمق من كده. تمام كده، باجي بقى ودي اهم حاجه ان انا اخبط كده الصينيه علشان تطلع او تفرغ كل الهواء اللي فيها. زي ما قلنا الفرن شغال، هتقعد في الفرن من 35 ل 45 دقيقة، وممكن تاخد من اكتر من 45، ممكن تاخد 50 دقيقة كمان على حسب الفرن بتاعك. انا بظبط الفرن على درجة حرارة 180، وبحطها في الرف اللي في النص بالظبط. ولازم
يبقى الفرن بتاعك مظبوط، لانه لو كل المقادير تمام والفرن بتاعي مش مظبوط هتطلع اسوأ حاجه. تمام كده، عدى الوقت، حطيت خلة الاسنان طلعت نظيفة، تمام كده طلع معايا احلى خبز كيكة اسفنجية ممكن تتخيلوها، واسهل مما تتخيلوا. زي ما قلت للمبتدئين اللي لسه اول مرة يدخلوا المطبخ هتبقى بالنسبة لهم كمان سهلة. دلوقتي هي جاهزة معانا، طالعة بلون جميل، هش جدا، مرتفعة، خفيفة جدا وناعمة وقطنية بدون اي فراغات هوائية. لونها الذهبي لوحده رائع، ريحتها جميلة، ولا افخم محلات الحلويات. بينفع جدا ان انت تزوقيها تبقى تورته، وبينفع خالص ان انت تعمليها زي انجليش كيك وتقطعيها جنب قهوه او شاي او نسكافيه، رائعه تشرفك قدام ضيوفك. طبعا اول ما بتطلع فورا من الفرن بغطيها بفوطه قطنيه. ده لو هزينها تاني يوم اخليها لتاني يوم بنفس الشكل كده بالفوطه، لو هزينها تورته. لكن لو مش هزينها تورته فبستخدمها على طول، بتتاكل على طول بعد ما بتبرد. انا هنا طلعتها كنت حاطه عليها الفوطه لتاني يوم علشان تديها طراوه وتحتفظ بالطراوه بتاعتها. انا كنت هعملها تورته، فعلشان هعملها تورته سبتها لتاني يوم، افضل تزيين تورت لما تسيب الكيكه الاسفنجيه لتاني يوم. دي معلومه برضو لازم تعرفيها. انا سلكتها كويس جدا بسهوله جدا من الصينيه او من القالب. شايفين طلع معايا ورق الزبده بكل سهوله وسلاسه. شايفين اللون بتاعها، التسويه بتاعتها ممتازه. دي كيكه اسفنجيه ناجحه لافخم تورته ممكن تتخيليها او ممكن تعمليها. هنا بقى بقطعها لان انا هعملها تورته زي ما قلت، بقطعها بالمنشار بتاعي بتاع التورت، وبعمله على اقل حاجه لان انا بحب الطبقات بتاعه التورته بتاعتي تبقى خفيفه جدا. زي ما احنا شايفين كده بقطع الطبقات بتاعتها بالمنشار، لانه بفضل استخدامه لانه بيطلع الطبقات بتاعتها قد بعضها بالظبط متساويه. شايفين بقى الطراوه بتاعتها والجمال، اللون الذهبي اللي من جوه، مفيش اي فراغات هوا، مفيش اي فراغات. اتحدى لو تلاقي فيها فراغات هوا. شايفين مسامية جميلة، لونها رائع. نفس التقطيع هقطعها الكل، هتطلع معايا 4 طبقات. المقادير دي في الصينية دي هتطلع معايا 4 طبقات. يا جماعة زي ما بقول التزموا بكل التريكات، بكل الخطوات اللي بعملها، هتطلع احلى كيكة اسفنجية. هتخليكي فعلا بروفيشنال في الكيكات الاسفنجية، وانك تعملي تورته في البيت لاي مناسبة. بس لازم نلتزم بشوية التريكات اللي قلتها. يعني من الافضل مثلا انه يتساب الفرن قبلها، انه البيض يبقى بحرارة الغرفة مثلا، ان الفرن بتاعك يكون مظبوط، لانه ممكن الفرن زي ما قلت يبوظ كل حاجة بتعمليها. ان الخامات اللي انت بتستخدميها تكون جودة عالية، ومدة صلاحيتها مش خلصانة، او من مكان يعني نظيف او معروف. كل الحاجات دي لازم نلتزم بيها علشان تطلع معايا الكيكة بجودة عالية. بجد انصحك تجربيها. لو حابة كمان تعمليها في تورته لعيد ميلاد حد من اولادك او حد من قرايبك، انت هتبقي بروفيشنال في التورت، بسبب ان الكيكه الاسفنجيه بتطلع معاكي تمام. طعم التورت بيفرق في بسبب طعم الكيك الاسفنجي بتاعها. اي تورته سر نجاحها في الكيكه الاسفنجيه بتاعتها، هتبقي ممتازه بروفيشنال فيها. طبعا انا قطعت 4 طبقات، والطبقه اللي فوق دي اللي على وش التورته او على وش الكيكه الاسفنجيه انا بتخلص منها، لانه دي بتحمل الزفاره، وكل زفاره البيض بتطلع على الوش، فانا باخدها وبتخلص منها فورا. مفيش احلى ولا اجمل من الطبقات اللي احنا عاملينها دي لاجمل وافخم تورته ممكن تعمليها. بجد اشجعك جدا جدا تجربيها، هتدمنيها وهتحفظي الطريقه دي طول الوقت وهتعتمديها فورا. اذا عجبتكم الوصفه النهارده اكتبوا لنا ارائكم في كومنتات، دي حاجه بتبسطنا وبتشجعنا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتعملوا شير لكل حبايبكم. انتظروني في وصفات احلى واحلى من مطبخ فراولة. شكرا ليكم ولمتابعتكم.